صوت لبنان. ببساطة بيطرح أسئلته، ببساطة بيخبرنا شو عم بيصير، ببساطة بيدخل على التفاصيل الصغيرة. ببساطة مع شادي ريشة عبر صوت لبنان. حلقة جديدة من ببساطة عبر صوت لبنان. تحية لجميع المستمعين يلي انضموا لإلي بهاللحظات، وتحية لضيفة نجمة سينمائية حاليا عندها فيلم نازل بالصالات اللبنانية رح نحكي عنه مفصلا. نجمة مسرحية وبغنى عن التعريف، وعم بتحضر لعمل كمان رح نحكي عنه بالتفاصيل، إلى جانب أمور أخرى رح نحكي عنها، وهيك نفوت شوي بأداء تفاصيلها. من دون مقدمات، أهلا وسهلا عايدة صبرا. ميرسي وأهلا فيك، وأنا كتير مبسوطة أني معك شادي. وأنا مبسوط أكتر بكتير، لأنه قبل كل شيء أنا بحبك وبحترم فنك وبقدر كل الشغل يلي بتعمليه، وعن جد بكل هيك بكل جد يعني هذا الموضوع. عايدة، بداية كيف نبلش هيك السنة عليك 2014؟ انسى حالة البلد. أنا عم بحكي على الصعيد الشخصي. ما بعرف قد فينا نفصل، بس انه ايه او ما فيك تفصل، لانه بالنهايه انت بتتاثر، ولكن طبعا شيء بيزعل اللي عم بصير، وما بتمنى ابدا يعني نوصل لهالمرحله. عطول بقول انه وعو بقى عن جد. مرقنا بحرب طويله عريضه، ما وصلنا لنتيجه. بالنهايه نحن بنفس البلد، ولازم إذا منحب لبنان ومثل ما منتغنى، وإنه مطرح ما منسافر ما منلاقي مثله، طب ما خلينا نشتغل، نعمل جهد لحتى عن جد نحافظ عليه بالمينيموم. كتير بزعل وقت بشوف ناس ما كانوا بعمرهم بدهم يفكروا يفلوا، هلأ جديا عم بدهم يفكروا يفلوا. عرفت كيف؟ بزعل كتير، بزعل عن جد. وعو بقى خلص يعني الناس ملت. ومثل كل شغلة انه نتأثر، ولكن كمان الحياة ماشي وبدها تكفي وبدها تستمر، ولازم نحن عطول اذا بدك يعني نعطي الوجه التاني، نقاوم بمحل ونقول لا، بتلبق لنا الحياة. عشان هيك الحمد لله ماشي الحال، ماشي في استمرارية دايما ضروري. أكيد. عايدة، من البوست تبعك هيك على فيسبوك اوقات بتغنجي بيروت، يعني بيروت اللي بترسميها اوقات بالجمل يلي بتكتبيهم، او هيك بالافكار يلي بتحطيهم، بتحببينا ببيروت اكتر واكتر. قديش بيروت وقديش لبنان هيك يعني بتحس انه كان بحقبة معينة في يكون غير لبنان اليوم، وفي يكون افضل، وفي يكون غير، فينا نكون عايشين غير هيك 100%. يعني اول شيء ما ناقصنا شيء نحن كشعب، يعني عنا الذكاء، عنا اللياقة، كل المقومات، عنا المحبة وكل المقومات. عن جد بزعل كتير وقت بشوف بيروت كيف عم تصير. يمكن قد ما بحبها لهالمدينة، لأنه من أنا وصغيرة عايشة فيها طبعا، وحتى هجرت ورجعت. عرفت؟ بحب تكون بأحلى صورة. وقت الواحد أنت بتحب شخص أو بتحب مهنتك أو هيك، قديش بتركض حتى تنجح فيها، أو حتى هالشخص ترضيه. بيروت هي هيك، انه قد ما بنحب انا قد ما بحبها لهالمدينه، بزعل كيف عم بتصير، كيف ناس عم بصيروا بآرائهم هيك منقسمين. ما بعرف ليه عم نعمل. حبك لبيروت صار حب من طرف واحد؟ بيروت عم بتحبك بالمقابل؟ ما بعرف صراحه، ما بعرف. يمكن ناسا بس هي كمدينه وكدوله ما بعرف. لا، ما عم بحبونا هالزعمه، لانه بالاخر بس تحز المحظوظية بيقعدوا مع بعض بيتفقوا، بس بيكون اللي راح واللي انخرب بيته، واللي فل. عشان هيك نحن لازم نكون واعيين كناس،
ونحن لازم نقول لهم لهالزعمة انه حاج تلعبوا فينا. بس ما المشكلة انه بدك يكون هيدا الوعي، يعني لازم ينشغل على هيدا الوعي. عرفت كيف؟ يلي بعده مفقود بعده يمكن. انا برأيي عم ينفقد كتير. ايه للأسف، يعني للأسف. على كل حال بيروت دائما هيك بتضلها تقوم من تحت الرماد، يعني بالرغم من كل شيء. وعلامة من هالعلامات هي السينما اللبنانية يلي مؤخرا كانت فعلا ناشطة، بغض صحيح. النظر إذا كان فيلم جيد، فيلم عاطل، ممثلين منيح، إخراج جيد، إنتاج عاطل. ضروري. أنا برأيي هلأ شيء كتير حلو اللي عم بصير مثل ما تفضلت. أهم شيء يصير عنا حركة وتراكم لحتى يصير في عنا صناعة، وبعدين لكل حادث حديث. معليش خلي يطلع شو ما كان أفلام. عرفت؟ أول شيء لحتى الناس تتعود كمان على كمية أفلام لبنانية. عرفت؟ يعني هيدا أول فترة بيكون في هالقد كمية عم يتنافسوا تقريبا 5 أو 6 أفلام بفترة واحدة. إيه قلت لك بغض النظر عن مضمونه وإخراجه وإلى آخره، بس كتير حلو اللي عم بصير إنه هالحركة تكون عن جد ناشطة حتى نروح ليصير في عنا صناعة حقيقية والجمهور يتعود على السينما اللبنانية، وبعدين هو بيختار. عرفت كيف؟ صح. بس لازم تدخله أول شيء كمية أفلام. عرفت؟ وأنا هون بدي أتوجه لأصحاب الصالات إنه معلش أعطوه فسحة لهالفيلم اللبناني، لكل الأفلام اللبنانية. مش إنه إذا تجاري منخليه، وإذا مثلا واحد عنده نوعية إنه إذا أول جمعة ما جايب ناس دغري منشيله. لا، ما في أوقات في أفلام يمكن بدها وقت. يعني صح. من التم للإذن بدها وقت، هي بتكون حلوة. عرفت كيف؟ معلش شيء انه اعطونا مجال. ما اذا نحن ما ساعدنا بعض، حتى مش كل الافلام يمكن عندهم الامكانيات انهم يعملوا هالماركتينج اللي عم بتكون يعني فعلا متاحه لغير افلام. في افلام بيجيبوا نجوم، في افلام لا بيعتمدوا على قدرات اهم. انا برايي وهن نجوم حتى لو ما كانوا معروفين، بس هن النجوم بالتأدية تبعهم. خلينا نحكي صراحه، ما المشكله هو الاعلام هو اللي عم بيفرز مين النجم ومين لا. صح. وما النجوم الحقيقيين قاعدين ببيوتهم. عليه مزبوط. عرفت كيف؟ مزبوط. للأسف رح نحكي عن ستيبل أنستيبل يلي له فترة بالصالات اللبنانية. ستيبل أنستيبل، خبريني شوي عن هالفيلم، عن هالأسانسور يلي طلعتي فيه وعن دورك. الفيلم هو بيطرح مشكلة ناس واقعين بأزمة، وأنا برأيي كل شخصية هي نموذج من هالمجتمع، مع بعضهم بشكله مثل البازل لحتى يعطوا صورة كتير واضحة هالناس بهالمدينة. طبعا نتيجة إذا بدك التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هالناس وين عم بتروح، يعني وين رايحة بالأفق تبعها. بيحكي عن عدم التواصل، الناس صايرة ما عم تتواصل مع بعضها، حتى أقرب يعني حتى كوب ما عم بيقدر يتواصل مع بعضه بالبيت. طبعا يمكن في عنده مشكلة وهي عندها مشكلة، بس كمان هذا شيء تأثيره أنا برأيي مش بس من جوا، في شيء من برا خليهن بالفعل عامل خارجي خليهن يوصلوا هالحالة. أو المرأة اللي عم بتفتش على حب، بدنا نعرف ليش هي عم انه هي مجوزة ولكن مش مكتفية. يعني كمان تحكي عن ندى أبو فرحات 100%. الشخصية اللي بتلعبها. صحيح. طبعا صحيح. أو هيدا الشخص اللي علاقته مع المانوكينات، يعني كمان مش قادر يتواصل بمجتمعه مع شخص يحبه ويتبادل هيدا الشيء مع البنت اللي يمكن هي وصغيرة معرضة لنوع من التعنيف. يعني كل هالأشخاص عم يتوجهوا عن طبيب نفساني. شخصيتي اللي أنا عم اللي بيلعب دوره كميل سلامة. صحيح. وشخصيتك أنت؟ شخصيتي أنا هي المرأة اللي يعني واقعة بالمظاهر وعملت لها أزمة، هي ما بتعتبرها أزمة. هاي الشيء انعكس بس كيف عم بتربي ولادها وجايبة ابنها عند الحكيم لأن مفتكرته هو الغلط، بينما هو الحقيقي اللي بتعرف الطفل بيعبر بحرية عن كل شيء بيصير معه، وهي بدها إياه يكذب لأنه اللي بيكون مظهرجي. ما نحن بنتدين لنتزين وبنوقع حالنا بمشاكل وأزمات، إنه الناس كمان هون ما بتقبل غيرها مثل ما هي. يعني كل هالأزمات حتى بالأسانسور
بنشوف الام اللي ما عم تعرف تتواصل مع اولادها لان هن كل وقت على نينتندو، او الشاب اللي عم يفكر بالهجرة، او اثنين اللي بيحبوا بعضهم بالخفا، او اللي حابب يغني ويكون حر. يعني هيدا المكان المغلق هو قديش بيعطي للواحد حرية يتصرف مثل ما هو على طبيعته. ستيبل انستيبل رح نحكي أكتر عنه ونتابع حديثنا عايدة، ولكن بالبداية اسمحي لي اتوقف مع فاصل رح نكون من خلاله مع موجز أخبار عبر إذاعة صوت لبنان، ونرجع منتابع هذه الحلقة من ببساطة مع نجمة هذه الحلقة عايدة صبرة. الحلقة عودة لمتابعة ببساطة بعد هالفاصل، ودائما عبر صوت لبنان برحب بكل الأشخاص يلي انضموا لنا هلأ بهالحلقة. عايدة صبرة، أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك، شكرا كتير. أنا كتير سعيد باستضافتك اليوم. عايدة كنا عم نحكي قبل الفاصل عن ستيبل أنستيبل، رح تابع حديثة في. خبريني شوي عن ظروف هالفيلم، يعني الإنتاجية والعلاقة مع المخرج محمود حجاج. كيف تم التحضير لهالفيلم؟ هو تصور من سنتين الفيلم. تم التحضير له قبل بكتير. يعني هو كشخص محمود مثل ما عرفت انه اخذ سنة حتى يشتغل عليه اصلا للفيلم. ترك كل شيء بين تحضير، اشتغل هو 4 سنين 100% وتفرغ له كل الوقت. بعدين اجا حكي مع كل الممثلين وهيك. وقت التلفلة قال لي في عندي هيدا الدور، شرح لي شوي وقال لي بعت لك النص، بس هيدا الدور هيك هيك هيك. دغري وافقت. بس بعت لي النص. كتير حبيت الفكرة، لأنه فكرة كتير ذكية، إنه من خلال إذا بدك الحكيم النفساني أنت عم بتطلع على المدينة. عرفت كيف؟ مثل أول لقطة بالفيلم، يعني خلال صحيح عم بتشوف هيدي المدينة اللي كلها هيك راكبة على بعضها، وهول الشخصيات كمان الازاز اللي عم يتنظف وعم بتحاول تنظفه. قديش بتقدر تشوف الصورة وإلا بده يرجع يتوسخ. صحيح، يعني قد ما تلمعي بالصورة بده يضل فيها شوائب. وخصوصا انه الفكرة هي اخر ليلة من السنة، اخر نهار من السنة. الكل يمكن قاعد يتساءل انه ليش اخر نهار؟ معقول يجوا عند حكيم النفساني؟ ايه، لانه اخر نهار كلنا نحنا يمكن ما بننتبه على حالنا، بنقول هالسنة بدنا نفوت عليها بطريقة إيجابية، بدنا نحاول نحسن من نمط حياتنا وإلى آخره ولا إلى آخره. في ناس تقدر، في ناس لا، بتضل علقانة بالمشكلة، يمكن بحاجة لمساعدة خارجية، بحاجة لحيالله شيء حتى تنتبه هي وين واقعة. بقى هن اجوا لعنده لهيدا الحكيم حتى يجوجلوا شو صار معهم ويجربوا يحلوا المشكلة. عرفت كيف؟ وطبعا من خلال العيادة يعني عم نفوت على طباع الناس وكيف صايرين ولوين هيدا. وأنا برأيي نحن كلنا بدنا حكمة نفسانيين يعني. صح. عايدة اللي فتني بالفيلم كمان عم تقولي انه تحضيره تم من 4 سنين، وتقريبا يعني بهديك الفترة كان في بعد لا هو من 2 سنين بس. هو ايه تحضير قصدك مع المخرج ومع المخرج يعني بداية يعني معالم الفكرة يمكن من 4 سنين وبدأ التنفيذ من 3 أو 2 سنين. صحيح. تحضير بعدين مثلا على الأرض قبل يعني. الفيلم قعدنا كذا مرة واشتغلنا على الدور وعلى التمثيل وإلى آخره مع الملاحظات، وكان في مثل أخذ وعطاء. طبعا كتير حلو الشغل مع محمود، لأنه من الناس اللي بياخدوا وبيعطوا. عرفت كيف؟ بيترك لك مساحة من الحرية. حتى مثلا طلب مني انه بدنا نحط لها انجليزي لهالشخصية، لانه هي من هالانماط اللي لازم نفرجيها، اللي مفرنجة بتحكي لغات كلهم بس يصيروا يمكن بطبقة معينة او شيء حتى يفرجوا انه هن فهمانين. بصيروا قال يستعملوا لغة اجنبية حتى يفرجوا انه هن بيعرفوا. عرفت كيف؟ لا خليك احكي عربي. طب ما نحن وين انه بنستعمل اللغة بمحلها. ايه ليش لا؟ بس مش انه بنصير ندخلها كيف ما كان وطالع نازل يعني. طبعا انا اللي كان بدي احكي فيه كمان عايدة انه من 4 سنين تقريبا في تي في سيريز مسلسل
أجنبي يلي هو أمريكي اسمه انتريتمنت. بيعالج تقريبا انتريتمنت نفس نمط الفيلم، يعني أشخاص بتوجهوا عند حكيم نفساني. أنا هون بدي أضوي عليه أنه نحن الكافيهات اللبنانية ما بتنقص زكاة وما بتنقص يعني حنكة، لأنه يمكن الفكرة لو شايفت النور قبل كانت طلعت قبل المسلسل العالمي يلي طلع، علما أنه منفذة بطريقة كتير حلوة. يعني إخراجيا وحتى كادراج. قد بتحس إنه هالفرص عنا بلبنان، يعني المشاكل الإنتاجية هالتأخيرات قديش فعلا عم بتأخرنا إنه نوصل وننتشر ونستمر. 100% طبعا الإنتاج بيأثر على كتير إشياء، عرفت كيف؟ بيأثر على الوقت، لأنه مثلا بدل ما الفيلم تعمله على رواق لنحته بخلال 6 شهور، مضطر تعمله بوقت قصير لأنه بيكلف الإنتاج، اللوكيشن كمان، الممثلين، كل شيء، الكرو، يعني هيدا بحدلك إذا بدك من كتير إشياء لحتى يطلع مثل ما أنت بتتمناه. عرفت؟ حتى يطلع إذا بدك ينافس السينما العالمية. ولكن أنا برأيي كمان وقت بيكون في فكرة بتحاول تعالجه بأقل قدر ممكن حسب للمتناول بين إيديك، يعني كإنتاج قد ايه بيسمح لك الإنتاج، وقد ايه عن جد بيكون في تعاون بين الممثلين والهيدا، إنه يقبلوا مثلا ما يقبضوا مثل ما هن بيقبضوا بالعادي، بس حتى نقلع. عرفت كيف؟ المضمون هو شغلة كتير مهمة، يكون في موضوع انك تطرحه وتنفذه بأقل شوائب ممكنة، بأقل أغلاط ممكنة. عرفت؟ وبيضبط مثل فيلم طالع نازل. يعني قدراته الإنتاجية أقل بكتير من الأوتكم يلي طلع على الشاشة. يعني بس يلي العالم شافته يعني بيطلع. صح. أنا بالنهاية وقت الواحد بيقرر شغلة بيقدر يطلعها. عرفت كيف؟ لبينما تتحسن الظروف وعن جد يصير في صناعة ونصير نروح نحو الأحسن والأحسن. عايدة بدي كمان اطرح تساؤل عن عايدة صبرا بالدراما اللبنانية. عم بيكون عندك اطلالات. نعم. ولكن اطلالات مدروسة. اطلالات مقلة، إلا إذا كان دور وهيك الباكج كله، يعني بين إخراج وبين تنفيذ وبين كل النواحي. نعم. ليش عايدة صبرا مقلة بالدراما اللبنانية بإطلالاتها؟ مقلة لأنه أنا ما بتلفن بقول لهم أنا هون صراحة. يعني لا بمسح جوخ، وأنا أخدي موقف، يعني ما صار معروف عن إنه ما بمثل أول شيء إذا المضمون ما كان عن جد بيشبه واقعنا. عرفت كيف؟ أو بيحكي عن فترة زمنية عن جد كمان يكون في موضوع مهم أو في غاية أو له رسالة معينة. وكمان قصة هالعرضات الأزياء والملكات الجمال. عرفت؟ لا أنا برفض. خليني أقول لك ليه. بكل بلدان العالم بيجيبوا ناس من هالنوع. عرفت كيف؟ ما عندي شيء ضدهم كأشخاص، ما في مأخذ ضدهم، صح. ضد الفكرة، بس اللي عم بصير تصرف يعني بصير على حساب كتير اشياء. لا معليش، يعني وقت انت بتجيب حدا عنده خبرة، عرفت كيف، ما بصير يعامل بطريقة غير سوية مع هول الأشخاص اللي هن حديثين عن الشغلة، عن المهنة. عرفت؟ عدا عن انه وقت تطلع عند منتج مثلا وصارت معي وبتفوت على المكتب وكان المخرج قاعد، عرفت انه بيطلع فيك بميني هاي، يعني كيف بدك تخليني انا اشتغل مع هيك ناس؟ عرفت كيف؟ لا يجوز. ما في. بينما اللي بيعرف وبيعرف، مثل ما محمود عيط لي، مثل ما غيره عيط لي، مثل بيعرفوني وبيعرفوا قدراتي هيك، يعني صراحة هيدا الطريقة بالشغل بتفرق كتير بين شخص والتاني. اللي بيتذكرني أنا بشكره، واللي ما بيتذكرني صحتين على قلبه. ما صار في بالوسط عايدة هيك مثل كليكات، يعني 100%. يعني صار كل واحد عنده مصلحة مع التاني، بيشتغل معه أكتر من ما يشتغلوا صحتين على قلبه وإلى آخره. بس الأشياء اللي عم تسمعها أوقات
فينا نكون أحسن من هيك. بس مش صحي هذا الوضع، يعني نحن هذا دايما بنطرحه وبنحكي فيه أكيد، يعني عدا المشاكل التانية وهلا ما بدنا نذكرها لأنه خلص بالنهاية أنا برأيي فينا نكون أهم من هيك بالدراما. عرفت كيف؟ لأنه كنا منيح، هلا عم تبلش تتحسن. يعني في كم مسلسل أنا عم بحكي بطريقة شاملة. طبعا تبعتي مؤخرا مسلسلات بتتابعي؟ صراحة لا، يعني بيصير انه بشوف يمكن حلقة او شوي بس. نتيجة قلت لك كنت عم بشتغل على مسرحيتي وعلى الكتابة، لانه انا عملتها من تأليفي. هالشي بياخد مني جهد، يعني اخذ مني جهد. خلينا نحكي عن المسرحية. مسرحية بطور التحضير وبطور التمارين والافتتاح ب 17 شباط بمترو المدينة. مترو المدينة. مين معك؟ معي ماريليز يوسف عاد وإلين جيم. شباب وصبايا بياخدوا العقل وموهوبين لدرجة بطريقة كتير محترفة. كتابتي النص وإخراجي والإعداد مع ماريليز ومع إلي. نعم. كمان أنت رح تكون عم تمثلي بالمسرحية. نعم. إلى جانب ماريليز وإلي. شو عنوان المسرحية؟ اسمها من الآخر. أي. من الآخر شو بدك توصلي من خلالها؟ من الآخر بدي وصل للكوبل، لكل كوبل إنه كمان يسمعوا بعض، اسألوا عن بعض، مش تخلي الأيام تجرفكن ويصير فيها ما بدي أقول جفا، بس حلو وقت للتاني هيك هالكوبل يقعد مع بعض ويقول لها كيفك ويسأل عنا إنه وين نحن وين صرنا. اليوم هالقد صارت الحياة ماشية بسرعة وبعجلة لدرجة إنه عم نوصل لهالحالات. بتصور إيه؟ ليك هي مجموعة قصص أنا جايبتهم حقيقية، يعني من خلال مشاهدتي ومراقبتي. عرفت كيف؟ جمعتهم، كان صار لي فترة عم بجمعهم لهالقصص وحط وخبي لا قررت انه اعمل مسرحية هي عن مرة ساندت جوزها. انا بعتبر انها ساندته لحتى هو يعني يشتغل على طموحه وعلى انجازاته، بس وصلت فيهم المرحلة انه صاروا كتير ناشفين مع بعض، وهي متعلمة وفضلت انه لا تقعد تربي عائلتها والى اخره. ولكن كان بدها لفتة من وقت للتاني. يعني هو كان هيدي الليلة بدهم يعطوه وسام، وراحت هي تظبط حالها كرماله على الباب. هو يمكن استعوقها وهي عم تقول له لا انه بعد في وقت. بيقوم بيروح وبقول لها كلمة ما رح اقولها لانه حلوة للمسرحية. أكيد. بتفجر، يعني هي مثل كأنها كانت مسدودة بأشياء، بتصير تحكي كل شيء انه كيف الكوب بيكون قبل الزواج وكيف بيصير بعد. وحتى وصلت معها البارانويا انه ليش هو هيك صاير معها. هلا هو مشغول بانجازاته، ولكن هي بتعمل له اسقاط على قصص سمعتها من خبريات صبايا عايشين لوحدهم ولشو بيتعرضوا، وكيف انه كل بنت عايشه لوحدها عنا بلبنان بعد مش عم بيعتبروها هيدي قصه هيدا خيار، لا عم بياخدوها على منحى اخر للاسف. وكيف بيصير في التحرش انه اذا عايشه لوحدها يعني بيعتبروها فلتانه او شيء. بتصير تعمل اسقاط على الحكايات اللي سمعتهم من رفقاتها وهيك انه هيدا جوزها اللي عم بيخونها مع غير حدا. وبعدين بتكتشف انه لا، بترجع تتذكر يعني وصلت الحالة فيها من الستريس ومن التعصيب. وبتصير كمان تحكي كيف تعرفت عليه وكيف صايرين، وانه ليش بس نكبر بصير فينا هيك، شو اللي خلينا نصير هيك. عرفت؟ نعم. المسرحية ابتداء من 17 شباط 2014 رح تستمر لأيمتى؟ مفتوحة، يعني طالما في صحيح. في جمهور طالما انتم عم تعرضوا. ورح تعرضوا كل ايمتى مبدئيا؟ يعني جمعة سبت احد لا خميس 17 بيكون نهار تنين. اوكي. رح نبلش ب 17 18 بعدين تنين اللي بعده حلو غريب كل تنين. ايه لانه مترو المدينة هو كل يوم عنده بروجرام. صراحة ما اجى ببالي تنين لانه عادة بكل المسارح تنين ثلاثة بيكون فرصة. انه ليش فرصة؟ في ناس يمكن بتحب تظهر تنين ما بحب الويك اند، بحبوا يعملوا شيء تاني. عرفت كيف؟ ولانه مترو المدينة عنده كل يوم بروجرام كان فاضل التنين. وانا حب بصراحة يعني لانه المسرحية فيها مواقف كتير بتضحك
وبتسلي، وانا هالمره كمان جاي هيك عبالي اتسلى بالنص ومع الناس، وعرفت كيف عالج هالموضوع بطريقه هيك كوميك. عشان هيك اخترت انا مترو المدينه تحديدا، وما كان عندي مانع انه خلينا نتعود نروح على المسرح كل يوم، ليش لا؟ يعني 2 و3 اول شيء 2 و3 بعدين 2 بعدين بأدار 2 و3 حسب هن بروجرامهم وناسهم والى اخره. موفقة عيدا بالمسرحية فعلا، اكيد كتار يعني ناطرين وانا اولهم، وخاصة انه 2 3 يعني انا بكون مفرس من المسرح. أيوة. بروح بحضر. كيف هيك بصير من نحضر بعض أكيد. يعني كمان اكيد، لانه شو عم بصير اوقات تهجم هالمسرحيات كلها، ما بنقعد نقدر مثلا نكون نحن ملهيين بالتمارين، ما بنقدر نحضر غير مسرحيات وهيك. بس كمان يلا حلو بنتوزع الايام، وكتر الشغل حلو، الحركة عافية. بركة وعافية 100%. فاذا صار الوقت مزبوط. نعم. ابتداء من 17 شباط. نعم. على مسرح مترو المدينة. نعم. اخراج عايدة صبرا. نعم. تأليفها بالاشتراك مع البطولة رح يكون معك ماريليز يوسف عاد وإلين جيم. نعم. موفقين عايدة. شكرا. رح تابع حديثي بالمسرح، ولكن بدي انقل شوي حتى احكي عن التجارب يلي انت كمان كوتش فيهم. نعم. اللي هن The Winner Is، برامج شفناهم على تي في مؤخرا، كمان كل العالم يلي بيعرفوك من ستار أكاديمي. نعم. رح نحكي عن هالموضوع، بس خبريني تحديدا عن The Winner Is، عن هالتجربة. نعم. تجربة منا بعيد كتير أبدا عن تجربتي بستار أكاديمي، ولكن هون أكتر إذا بدك إلها علاقة الشباب يعني والصبايا اللي كانوا مشاركين، كيف يوقفوا على المسرح، يعني الحضور المسرحي، يعني كيف لازم يتعاطوا مع الكاميرات، كيف لازم يوقفوا نحسهم مرتاحين، طبعا كيف لازم يأدوا الغنية، لازم نفهم معنى الغنية، بأي أحساس لازم نأديها، كيف لازم نحرك جسمنا مشان ما نبين بلوك، وكل غنية نفهم لها معناتها مضبوط حتى نعرف نعبر فيها مضبوط وإلى آخره. شو أخبارهم؟ شو أخبارهم هي الفقرة الثانية من البرنامج، ومن خلالها هيك بسلط الضوء على بعض المواضيع يلي بدي أعرف أخبارهم منك أنت تحديدا. ليش عايدة صبرا اليوم مش بستار أكاديمي؟ أنا قررت إنه خلص، يعني من بعد التاني خلص. كانت كافية التجربة؟ ايه، انه اخذت حقها بتصور. هلا هن البروجرام قديش بحسوا بحاجة لهالمادة ولا لا، ساعتها القرار عندهم. عرفت كيف؟ اذا انطرح يعني هلا عم بيحضروا لستارك السنة الجاية، اذا انطرح عليك ممكن ترجعي تشاركي؟ ما بعرف صراحة، ما بعرف، ما عندي اي فكرة، حسب انا شو بيكون عندي مشاريع كمان. ما انا بحب عطول كيف بدي اقول لك جدد. عرفت كيف؟ انه وين في اشياء جديدة فيها تحدي فيها. حبيت التجديد بستارك السنة مع كلوديا مارشاليون يلي كانت برئاسة الأكاديمية. كل تجديد حلو، يعني كل تجديد، كل حدا شخص جديد بيجي حامل معه أفكار جديدة وآراء جديدة ورؤية جديدة. ايه طبعا. يعني طبعاً. انت من الاشخاص يلي ما عندهم مشكله بهالتغيير الجذري اوقات، لا لانه يمكن العالم تتعود على شيء معين. ما هو ما لازم يتعودوا، بالعكس، لا بالعكس، ما قلت لك كل تجديد وكل شخص اصلا هو بيكون جاي من خلفيه غير عن الاول، بيكون جايب معه نقله نوعيه وافكار جديده، وبالعكس التنوع هو اللي بيعطي غنى. عرفت كيف؟ نعم. بقى ضروري يكون في تجديد كل الوقت. طيب من النجوم يلي طلعوا من ستار أكاديمي بالفترة اللي أنت كنت فيها، سمي لي هيك شخص واحد بعده على الآن بذهنك، بغض النظر إذا كان هلأ فاعل على الساحة الفنية أو لا، بس قلت فعلا هالإنسان فنان وبيطلع منه. هلأ في كذا حدا. هلأ أنا مثلا بحب كتير سنتيا كرم. عرفت كيف؟ سنتيا يلي من فترة توفى والدها. أنا كمان بدي عزيها يعني حتى لو مأخر على الهوا، بس الله يرحمه. كوني لأنه بعرفها كانت تلميذتي بالجامعة اللبنانية، بعرف قد ايه ذكية هالبنت.
صحيح يمكن ما أخذت حقها إذا بدك، أو هي ما بعرف يعني بتمثل وهيك، بس ما فيني أقول لك قديش موهوبة وبتشتغل على حالها، يعني بنت كتير قديرة. في كمان مريم عطلة، كمان مريم عطلة يلي كانت من سوريا. صحيح، كانت بالموسم الأول. كمان بالموسم الأول. صح. كمان بنت ذكية يعني. وفي طبعا أحمد الشريف اللي عمل انطلاقة كتير مدوية وحلوة. صحيح. جوليا قصار شو أخبارها؟ كتير منيحة، كتير منيحة. أصدقاء أنت وجوليا؟ نعم، وأنا بفتخر بهالشي وبحبها كتير لهالمخلوقة، لأنه بحب كتير اشتغل معها صراحة. من أحلى الناس اللي عن جد يعني هيك بالشغل بتحسنا هيك تنيناتنا فايتين بقلب الشغل ومنعطي بعض. شو حلو تشتغل مع حدا هيك قدير وكبير، تحسه مثلك، عرفت كيف؟ عم تتبادل انت وياه، عم نفهم مع بعض، يعني لدرجة انه بس تشوفونا العالم مع بعض اذا قاعدين مع بعض، يلا عم تحضروا لنا شيء، كوننا اشتغلنا عملين طبعا سوا. وكانوا كتير حلوين، مش بشهادة هيدا، بشهادة كل العالم يلي حضرت وكل كل الناس كانوا يعني كان عمل رائع. يعني هيك كومبينيشن جوليا قصار وعايدة صبرا على المسرح بتفجر الوضع يعني إيجابا. يعني شكرا والحمد لله. يعني هيدا أمر فعلا، وهيدا دليل قده إنه ليك وقت خي وقت بيجتمع الحب للشغل، عرفت؟ بتبين النتيجة. ما في هيدي المنافسة إنه مثلا هي معروفة أكتر مني أو أنا معروفة أكتر منها أو مين أقوى مين. ما في أنتوا من جيل الفن للفن. طبعا الفن للفن، يعني ولا مرة إذا بدك نتساهل إنه ما نقدم شيء مهم وإله معنى للناس، عرفت كيف؟ هيدا والحلو بجوليا وأنا إنه عطول مننقي الأشياء الصعبة، عرفت كيف؟ وما بنقبل يعني كل الوقت في مختبر عم بيشتغل. ممكن تجتمعوا بتحضير اكيد ممكن يعني وارد، بس إن شاء الله. في هيك شيء فكره. طبعا ما انا ما بقعد عقلي. حسيت ما بحب اقعد عقلي. لا على البال ولا على الخاطر. الفقرة الثالثة مثل ما العنوان بدل، لا على البال ولا على الخاطر. أنا من خلال هالفقرة هيك بحب العالم وأنا أتعرف على جانب يمكن مش دايما بينحكى فيه عند الفنان يلي صح. بيكون موجود عند الضيف صح. فمشان هيك لا على البال ولا على الخاطر. بيتزا أو همبرجر؟ لا همبرجر، لأنه أنا بعملها بالبيت ما باكلها من برا. شغل إيديك. شاطرة بالطبخ عادة؟ عادة ما أشبني شيء ليك، بحب أطبخ بس مش إنه يا لطيف هم الأكل وهيك، إنه أهم شيء وكل مرة بعمل أكلي إنه عائلتي يكونوا مبسوطين، يعني هنو عم بيأكلوا يكونوا مبسوطين، هيدا همي صراحة. شي مرة قاموا مش راضيين عن الطاولة إنه بتزعلي إذا قالوا لك مثلا إنه الطبخة ولا كان تحمل بعد ملح أو بدها شيء؟ ايه بزعل. قلت لك أنا ماني شاطرة بالطبخ، يعني إنه بمرق أكلات أوقات بيطلعوا كتير طيبين مع إنه الأكل مثلا بعيدة كذا مرة، بتعرف إنه خلال إيه طبعا لأنه البروجرام هو ذاته وقت تعرف الأولاد شو بدهم، عرفت؟ تعملي أكل على يومين مثلا؟ إيه لأنه أوقات بيكون عندي أشياء، عرفت؟ مش كل يوم عندي المقدرة إنه تجيب أغراض وهيدا. بعمل أكل على يومين. ما فيها شيء. هلا بمع انه دارجة رح اطرح السؤال. انتحاري او انفجار عن بعد؟ خلي يكون انفجار بالحب احلى. لا طبعا لا هيدا ولا هيدا اكيد. انا هيدا من باب الفكاهة يعني لانه صرنا بوضع عن جد مأساوي عن جد صح بهالبلد. شوكولا او تشيبس؟
لا شوكولا ليك كيف ضوى عينيها. شوكولا أنا غرامي الشوكولا يا شادي. يعني الشوكولاتة من هو اللي بالليل مش بيوعوا يعني هيك مثلا ممكن يفوتوا على الصالون المطفي ياكلوا. مرة كنت حامل بابن الأولاني، كنت بموريال وثاقبت حملي كان بالشتاء عرفت، وعملت كريزة شوكولا. توحمت على الشوكولا. ايه كانت عم تتلج طبعا برا؟ كان ناقص 30 35 وخلص طيست بدي هلا شوكولا مثل الشاطر بيطلعوا بعين الصبي. طلعوا هني بيحبوا الشوكولا. ايه. ورحت جبت شوكولا ورحت جبت شوكولا وجيت. مسرح او سينما؟ مسرح. ليش؟ ما بعرف، يمكن العلاقة المباشرة مع الناس هيك بتعطيني طاقة مهمة كتير. بحب حضور الناس. طيارة أو باخرة؟ لا طيارة. صورة أو فيديو؟ صورة. ليش؟ ما بعرف صراحة. يمكن نقدر نجمعهم أكتر. الفيديو بدك تقعد مثلا تدور وترجع تشوف قصته شوي كومبليكي أكتر عويصة. ايه صورة أهون. كواء أو جالي؟ لا جالي. بحب المي. طيب إذا مش عايدة كان اسمك شو بتحب يكون اسمك إذا كان عندك الخيار؟ بحب ليلى. ليلى. ايه. في حدا معين اسمه ليلى بتحبيها يعني؟ لا هو أو كاسم حلو اسم ليلى. فستان أو بنطلون؟ بنطلون. شو القصة؟ شو القصة وهي الفقرة الأخيرة من ببساطة عبر صوت لبنان. خلال هالفقرة بنتصل بشخص من اختيار الضيف، وخيارك اليوم كان الأستاذ فايق حميصة. نعم. مرحبا أستاذ فايق. أهلا أهلا أهلا. بونجور. بونجور يا عيود. ليك أنا بقول بونجور إن كان الصبح ولا بعد الظهر ولا عشية، عرفت، لأنه الجور هو 24 ساعة بقى لازم يكون بون كل الوقت. طبعا طبعا. استاذ فايق، عايدة صبرا اختارت انه تتصل فيك لما قلت لها هيك بدنا نتصل بشخص يتشارك معنا على الهواء خبرة حياة مع الضيف يلي معي. بداية خبرنا كيف تعرفت على عايدة صبرا؟ عايدة تعرفت عليها كانت طالبة بالجامعة. نعم. اجت تدرس تمثيل بمعهد الفنون، وأنا طبعا كواحد بشتغل بالجسم والتعبير الجسماني انتبهت عليها أنه عندها وقفة مختلفة عن الآخرين يعني الجايين يعني. فاكتشفت أنه هي عاملة بالي، يعني سألتها قالت لي عاملة بالي وبلشت كسر فيها من وقت اللي قالت لي أنه هي عاملة بالي. لأنه نحن بالباليه دائما عندهم اتيتيود ووقفات وتطليعات بينظروا بالأفق كتير، يعني ما بيعبروا بوشهم. هيك بدربوهم يعني. ونحن بالإيماء يعني بالفن الميم بدنا نعبر بوجهنا ونعبر بجسمنا كتير، فبلشنا تكسير هالبوزيشنات والاتيتيود اللي كانت هي متعلمتهم بالباليه. كانت بعدين فتنا على الصوت وخربطنا له ايه كمان. يعني رجعت عملت عايدة جديدة كليا. اول سنه ما كان يطلع صوتي بالصف، بعدين قول يا عمي طب البيت بيطلع ليه هون ما عم بيطلع، لحد ما اجى الاستاذ فايق وطلع لك صوتك 100%. بس كيف طلعت لها صوتك؟ كنت عم تتخانق الناس وتعيط عليهم، ما كنت عارفه انه انا سامعها. عايدة مش كالجية؟ مش كالجية مثل ما بدك. فأنا سمعتها عم بتصرخ بصوت بالمقلوب يعني من هذا القوي، فهي تطلع بعدين على جرب قلت لها سامع هذا الصوت اللي طلعتيه هذيك الساعة؟ قالت لها هذا صوت التمثيل، هذا اللي بدك تستعمليه. نعم. استاذ فايق، عايدة تلميذة شاطرة؟ هي تلميذة شاطرة ومثابرة، هذا أهم شيء إنه تكون بتثابر على الشيء يعني وبتلحقه. هلا يكفي انه يكون عندك انك تحب اي نوع فن ويكون عندك موهبه له، بس ثالث اجر اذا توقف عليها انت عم تتعلم التمثيل هو القدره على التعلم، انك يكون عندك القدره والصبر انك تتعلم، وهي عندها اياهم يعني، عندها الثلاث ركائز يعني
الأساسيين نعم لتعلم التمثيل. فهي عندها القدرة، والقدرة كانت مش بس تفرجيها بالجامعة، يعني لأنه التعلم مش بس بالجامعة، الجامعة ما بتعلم كثير يعني ما بتلقي، إنما هي إنك تكتسب فكر الشخص اللي أنت عم تتعلم عنده، كيف بيفكر، كيف وصل لهون، كيف لقى هالميثود، كيف لقى أسلوب التعبير. هذا شيء عشته أنا وعايدة وأكثر من طلاب، ومع زكي كمان. زكي جازل عايدة. في هيك شي موقف معين بذكرك بعايدة، أو صار هيك شي نهفة، شي خبرية خلال الصفوف؟ ما بعرف، في شي خبرية بتذكرك فيها تحديدا؟ هلا في كتير خبريات يعني. عايدة يعني عمر أنا وياها، وأنا وزكي، وأنا من الطلاب اللي اشتغلوا معي. طيب خبرني شو أسوأ شيء بعايدة؟ يعني أكثر شيء ضحكتها وتطليعاتها هيك يكفيني، وقت اللي إلا إنه هذه الإيد اللي بنمدها بالباليه هيك لفوق بدنا نغيرها نحن شوي، طلع في ما بصير. كنا بقى بتذكر وقت اللي عملنا رقصة كانت بسنة 86، عملنا رقصة مبنية على لعب السيف والترس. نعم. كان أكثر شيء وجه المتفاجئ إنه هيك كيف ما بيصير هيك، وأنا ما بخاف كسر. يعني كانت هي بعدها ما بتخاف تكسر، هلا صارت بتكسر كتير. هلا كسرتنا كل ما خلت حدا واقف على جريه. عايدة صبرا، وهلا مباشرة على الهواء مع أستاذ فايق. خبرينا أول شيء ليش هيك بذاكرتك هو واخترتي انه تتصلي فيه، واذا بدك تقولي له كلام بعد ما قلتي له اياه من قبل شو بتقولي له؟ هلا ليش هو بذاكرتي؟ لانه هو كتير اثر فيي، يعني ان كان الاشياء اللي اكتسبتها من خلال الصفوف، مش بس التكنيك، كمان كيف بيفكر بكل الامور الحياه. يعني نعم. وكمان كنت مثلا اذا عندي شغله استشيره فيها، وبحسه مثل الملاك كل الوقت هيك، ملك حارس حواليك عم بحوم. 100% في كتير هيك. إذا بدك تقولي له شكرا اليوم، على شو بتقولي له شكرا تحديدا؟ بقول له شكرا على كل شيء، على كل شيء علمني إياه، على كل شيء كان يقول لي إياه، كيف لازم انتبه على حالي، كيف لازم اشتغل على حالي، كيف لازم طور حالي. يعني أنا بتذكر شغلة كان يقول لي ما بكفي بس الموهبة، لازم تتثقفي، لأنه لازم تتعلمي. يعني هيدا اللي كمان عطاني دفع إنه إيه مزبوط، واحد مش يكتفي بس بموهبته باللي تعلمهم بالجامعة، لا لازم يروح يفتش كل الوقت، يضل بحالة بحث ويطور حاله وقدراته، حتى إذا هو طبعا هدفه يوصل لمرتبة كتير عالية، ما لازم يوقف إنه أنا صرت بعرف. ما في حلو الواحد يقول ما بعرف أوقات. نعم. وقت اللي ما بيعرف طبعا. أستاذ فايق حميسي، عشان هيك بقول لك شكرا. يا أهلا بعيود. أستاذ فايق حميسي، أنا بدي أشكر مداخلتك بحلقة ببساطة اليوم، وموفق بمشاريعك أنت يلي خاصة فيك بكل شيء عم بتقوم فيه حضرتك. شكرا لك فايق حميسي. يا أهلا، شكرا لكم. عايدة للأسف يعني الوقت عم بينازع مثل ما بيقولوا، مع أنه أنا كتير مستمتع بلقائي فيك. نحن أكيد رح نتابعك بالمسرحية ابتداء من 17 شباط. عم نكمل نحضر ستيبل أنستيبل بالسينما. نعم. وموعودين بكتير أشياء تانية خلال السنة إن شاء الله. نرجع نشوف عايدة صبرا ونلتقى فيها من خلال إن كان المسرح أو الشاشة، لأنه إطلالة محببة دائما. تفضلي كلمة أخيرة. يعني كلمة أخيرة طبعا هي للكل، بتمنى يا رب عن جد نوعة هيدا هلأ إذا بدك شيء التركيز الأساسي، إنه عن جد نوعة وننتبه. يعني ننتبه على بلدنا الحلو، على بيروتنا الحلوة اللي كل الناس بتحسدنا عليها صراحة. ما عندي غير تمني حتى نعيش حياة بالمينيموم منيحة.
إن شاء الله يا رب هالأمنية بتصير حقيقة عم نعيشها كل يوم بلبنان. شكرا لك عايدة صبرا. شكرا كثير شادي. شكرا. شكرا أنا بشرفني. شكرا لك. شكر لكل المستمعين يلي ترافقوا معي خلال هالحلقة. كل الأشخاص يلي ما قدروا يتابعوا ببساطة بتابعوا عبر اليوتيوب channel تبعي بعد وقت قليل يلي هي شادي ريشا CHADYRICHH يرجعوا يتسمعوا على هالحلقة وغيرها من الحلقات. أكيد تنفيذ هالحلقة كان لجاد مغامس. شكرا جاد. لقاءنا بيتجدد الخميس المقبل بتمام الساعة 3 ببساطة عبر صوت لبنان. إلى اللقاء. ببساطة عبر صوت لبنان.